ازيك يا حبيبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل السبانخ بطريقة حلوة قوي. طبعا السبانخ كلها حديد ومفيدة جدا، والناس اللي عندها انيميا او نقص حديد هنعملها بطريقة حلوة قوي سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجة حطينا حلة على النار فيها طماطم وفيها بصل وفيها حبان وورق لورا وشوية فلفل اسود تغلي معانا. هننزل ايه باللحمة بتاعتنا عشان هناخد منها ايه شوربة للسبانخ. طبعا السبانخ ما بتكونش حلوة غير مع ايه اللحمة. طبعا ممكن تاكلها من غير لحمة عادي، بس يعني يفضل لو تعمل لحمة او فراخ يفضل ايه لحمة. انا حطيتها تغلي ايه، اول لما تغلي هسقط اللحمة. هنا ايه ربطتين السبانخ اللي كنا جايبينهم امبارح، قطعناهم كده غسلناهم كويس وقطعناهم بالشكل ده، وقطعنا ايه شوية كزبرة كده ايه حلوين. مينفعش تحط لا شبت وبقدونس، كزبرة بتديها طعم وريحة حلوة. هنا بدأت المية تغلي معايا، نزلت ايه بقطعتين اللحمة بتوعي. بصوا ما شاء الله. هنا بقى قطعت ايه بصلتين كده كبار، وقطعت هنا ايه راس توم كده وقطعتها ايه حتت صغيرة خالص كده لان هنا مفيش مفرم. وانا السبانخ والكزبرة والثوم والبصل اهو. تعالوا بقى نشوف ايه هنعمل ايه. وطبعا ايه معاكي شوية لسان عصفور كده لو انت مش حابة تضيفيهم ما تضيفيهمش. إيه بسم الله. نحط اول حاجة حلة على النار كده فيها شوية زيت حلوين كده، وبعدين ننزل ايه بالبصل بتاعنا. البصل دول ايه بصلتين كبار متقطعين حتت صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى ايه اقلب فيها كده اديها تشويحة مع النار. تشويحة على النار كده ايه تدبل معايا. اول لما تدبل هبدأ بقى انزل ايه بالثوم بتاعي كده. بصوا ما شاء الله عشان ايه ما احطش الثوم في الاول يتحرق معايا، واقلب بقى ايه كويس كده. اقلب شويه. اول لما احمر معايا كده هبدا بقى انزل ايه بشفشق عصير طماطم كده. طماطم ما شاء الله حمرا وجميله هنا من غير اي صلصه ولا اي حاجه. هحط بقى شويه ملح وشويه فلفل اسود، واحط مكعب مرقه بس كده. طريقه سهله وبسيطه. بصوا خلاص الطماطم قربت تتسبك معايا اهي. هبدا بقى ايه احط السبانخ مقطعاها وغسلها كويس زي ما انتوا شايفين كده. هبدا انزل بقى. هي طبعا اللي لسه خضرة فبتكون هايشة ومالية الحلة. بعد كده لما النار يعني ايه تسويها شوية هتبدأ بقى تنزل معانا، وبعدين هبدأ ايه انزل الكزبرة بتاعتي اهي. بصوا ما شاء الله جميلة. هقلبها بقى ايه واسيب النار عليه. هنا حطيت ايه طاسة على النار فيها ايه شوية زيت كده، ونزلت بشوية لسان عصفور حلو طبعا بيكون حلو قوي مع السبانخ. بصوا ما شاء الله. هبدأ بقى ايه احمرهم كده كويس. اول لما يحمروا هنزل بهم ايه على السبانخ كده يستووا ايه معاه. بصوا ما شاء الله السبانخ زي العسل وكانت ريحتها روعة قلب ريحة الدنيا. انا خلاص اللسان عصفور احمر معايا. بصوا ما شاء الله ابدا بقى انزل ايه زي ما انتوا شايفين كده، انزل بيه كده كله على السبانخ بتاعتي. هدي عليها بقى النار خالص كده واسيبهم ايه الاتنين يستووا مع بعض كده. بصوا ما شاء الله زي العسل وريحتها زي العسل. ههدي بقى عليها النار واسيبها ايه تستوي ايه مع نفسها كده. احط بس عليها ايه شويه شوربه، احط عليها كرنب بس شوربه كده من بتاعه اللحمه دي. بصوا هبدأ بقى ايه احط طاسة على النار كده، اعمل ايه شوية رز. بصوا ما شاء الله السبانخ عاملة ازاي. حطيت ايه شوية زيت ونزلت ايه بشوية رز كده كنت غسلاهم. حطيت عليه شوية ملح. اول لما شرب المية هديت على النار خالص. طبعا عملنا رز مع بعض قبل كده كتير. بصوا ما شاء الله مفلفل جميل وزي العسل. طبعا بحب ازود الزيت في الرز عشان يبقى مفلفل. هنا ما شاء الله السبانخ كانت جهزت معايا. بصوا ما شاء الله زي العسل. طريقة سهلة وبسيطة. ربطة السبانخ ب2 جنيه ونص. ب2 جنيه ونص ممكن تقدر ان انت تعالج الانيميا وتاكل حاجة فيها حديد. وطبعا ممكن ما تعمليش اللحمة دي عادي يعني. السبانخ لوحدها كفيلة مليانة بالحديد ما شاء الله. طريقة سهلة وبسيطة. ما تنسوش بقى تجربوا الطريقة دي وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.